وتقول ايه بقى لشعب بورسعيد والسويس والاسماعيليه اللي تحت الحظر شعب والطوارئ بورسعيد دلوقتي؟ الشعب الأبي الذكي الصامد الذي أحبه، ولا أصدق أبدا أن الذي يحرق هم أهل بورسعيد، لا والله، وأنا أكاد أجزم بهذا. مش من بورسعيد. أنا أكاد أجزم بهذا. لا يمكن أبدا هذا الشعب الكادح، هذا الشعب العبقري. يا أخي اقرأ تاريخ بورسعيد. أنا ألقيت عندهم خطبة أود لو أتت بها قناة الرحمة لحضرتك، أو على الأقل تكون على الموقع، لأنه قد لا يشاهد قناة الرحمة كثير من مشاهدي قناة النهار. أود أن يسمع الناس هذه الخطبة التي كانت بعنوان بورسعيد تاريخ مجيد، وسردت فيها تاريخ بورسعيد المشرف المجيد، تاريخ البطولة، تاريخ الشرف، تاريخ الفداء، تاريخ التضحية. لا ينبغي على الإطلاق أن يزايد أحد على وطنية هذا الشعب وعلى فدائيته. يا أخي بورسعيد كانت حائط الصد المنيع لمصر كلها. كم دفع شعب بورسعيد من دمائه وأعراض نسائه وبناته وأولاده وراحتهم. تركوا بيوتهم وأرضهم ودافع الرجال الأبطال، يعني النساء تركنا البيوت والدور وظل الأبطال هنالك لا ليدافعوا عن بورسعيد، بل ليدافعوا عن بل ليدافعوا عن شرف الأمة. فيجب على المصريين الشرفاء أن يعرفوا لبورسعيد قدرها وقيمتها، وأن يعرفوا للسويس قدرها وقيمتها، وأن يعرفوا الإسماعيلية قدرها وقيمتها. هذه المدن، مدن القناة، مدن البسالة، مدن التضحية. ينبغي أن نحافظ على هذه الشعوب، أو على هذه البلدان، وعلى هذه المدن، وعلى أبنائنا وإخواننا في هذه البلاد الطيبة. وأقول لهم اصبروا اصبروا، وأنا أعلم على قرار الحظر وقرار الطوارئ. لا، دي مسألة أخرى. أنا أقول اصبروا على هذه المحن وعلى هذه الابتلاءات، لكنني يعني أؤكد لك أنني في أكثر من لقاء مع أهالي بورسعيد أقسموا لي وأكدوا لي أنهم بأنفسهم كانوا يقدمون من يظنون أنه متورط في الدماء، يقدمونه بأيديهم. شعب كريم هو أبدا يكره أن تلوث يده بالدماء. ولذلك أنا أطالب الآن بالقصاص العادل من أي قاتل، بالعدل والحق، ليس بالتشفي ولا بالظلم ولا بالانتقام، ولا من أجل الشو الإعلامي أو الحصول على مغنم أو مكسب ليقال أننا وصلنا إلى القاتل ولو لم يكن قاتلا. لا، ولكم في القصاص، قصاص العادل الحقيقي، حياة يا أولي الألباب. فأهل بورسعيد هم أول من يطالبون بالقصاص للقتلى وللموت. أسأل الله أن يتقبل من قتل عنده في الشهداء، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وإلا فأنا لا أستطيع أن أجزم بشهادة لأحد، فالأمر عند ربي سبحانه وتعالى، والله الذي يعلم السر وأخفى والله. ولذلك أنا أقول يجب ألا نعزل بورسعيد معنويا، أو نعزل السويس معنويا، أو نعزل الإسماعيلية معنويا.